السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض صابون المواعين في البيت. أيوة، هنعمل الصابون من حاجات موجودة عندنا في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة. مش هيكلفنا ومش هنشتري أي حاجة من بره. زي ما انتوا شايفين الصابون معايا اهوت. يلا بينا نشوف مع بعض وصفتنا النهاردة ونشوف المقادير بتاعتنا. معايا نص كيلو صودا بشتريه من عند العطار، ومعايا لتر مية. النص كيلو صودا هنزل عليه باللتر المية وهدوب كويس. انا كده عامله مقدارين، لو انت حابه تنصصي المقادير اعملي نصها عادي مفيش مشكله. هقلب كويس. يا ريت تكوني لابسه كمامه او لابسه او رابطه اي طرحه على مناخيرك علشان الابخره اللي بتطلع من الصودا والميه ما تشمهاش. وتبعدي وشك كمان وانت بتحطي الميه والصودا. انا حطيت معلقه ملح وهدوب بقى الملح والميه والصودا مع بعض لغايه لما الصودا الكاويه تدوب معايا خالص. هبص مش هلاقي اي ابخره طالعه. شايفين البخار اللي طالع ده؟ ميه عاديه خالص وصودا كاويه وشويه ملح. معايا انا بقى الزيت المستعمل اللي انا بحمر فيه. انا بحتفظ بيه في علبه عندي. وبعدين هعاير 3 لتر وهضيفهم على الصودا والميه. هصفيهم بمصفى كده لو فيهم اي حاجه. انا طبعا ببقى مصفياهم في علبه عندي ومحتفظه بيه، لان انا بقلي في الزيت مره واحده وبرميه. فبستغله وبعمل منه صابون استخدمه في غسيل الاطباق. معايا هنا قشر سفندي هنزل بيه كده على الخليط ده. انا فرمته في الكبة. ممكن لو قشر برتقان برضو تفرميه. قشر ليمون، يعني احنا كل يوم بنستخدم ليمون بنعصره على السلطة على اي حاجة. احتفظي بيه في كيس في الفريزر، ولما تيجي تعملي الصابون افرميه في الكبة وحطيه. اي حاجة عندك متاحة اعمليها. معايا هنا بقى كوباية كبيرة صابون سائل. انا هضيف كوبايتين لان انا عاملة مقدارين. الربع كيلو صودا بياخد كوباية كبيرة صابون سائل. دي تاني كوباية اهي هضيفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقول لكم بقى ايه الفايدة ان انا بضيف صابون سائل. كده كده انا بغسل الاطباق والكوبايات بالصابون السائل. فالصابون السائل ده فيه جليسرين وفيه لون وفيه ريحة. فكل ده لما اضيفه على الزيت والصودا بتاعتي مش هحتاج ان انا اشتري جليسرين من عند العطار، ومش هحتاج ان انا اضيف لون يخلي لي لون الصابون بتاعي حلو. وكمان مش هحتاج احط اي روايح، وكفايه او الريحه اللي في الصابون السائل مع روايح اللي انا حطيتها بتاع قشر السفندي. هقلب كويس بقى الخليط كويس جدا كده لغايه ما احس ان هو امتزج مع بعضه. هو الصابون بيحتاج تقليب، بس ما اكذبش عليكم انا ما بقلبش كتير ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين بالظبط قدامكم كده، هو يا دوب بس ايه يتقلبوا مع بعض. طبعا المقدار بياخد 4 كوبايات دقيق. انا هنا هضيف 8 كوبايات دقيق لان انا زي ما قلت لكم عامله مقدارين. انا بحوش الزيت عندي لغايه ما يبقى 3 لتر، وبعدين بعمله مقدار واحد لان انا الصينيه اللي هصب فيها الصابون بتاخد عندي مقدارين. فبالشكل اللي انتوا شايفينه ده بضيف كوبايه كوبايه عشان ما يبقاش تقيل على ايدي وما اقدرش اقلبه، لان الخليط بجد بيبقى تقيل قوي وبيحتاج تقليب جامد. يعني لو في حد عندك كده يتبرع ويقعد يقلب لك شويه يا ريت. ولادك شويه. هو المرحله دي ان انت حطيتي عليه خلاص الزيت، خلاص بقى الصودا الكاويه ما عادش فيه منها خوف على اي حد. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت معلقه خشب لان خلاص بقى المضرب السلكي بتاعي ما عادش قادر. وهبدأ اقلب كده. المعلقة الخشب ديت انا جايباها ومخليها للصابون، ما بستخدمهاش في اي اكل بعد كده. هي بس للصابون، وقت ما بعمل الصابون بستخدمها وبعد كده بحتفظ بيها للصابون بس. هقلب كويس لغاية شايفين الخليط عامل معايا ازاي بعد ما حطيت ال8 كوبايات دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شبه العجين كده تقيل. شايفين انا بقلب بايدي الاتنين بجد، يعني هو متعب بس في التقليب. بس زي ما بقولكوا لو حد موجود في البيت ممكن يساعدكوا شوية ويقلب معاكم. خلاص كده الصابون بتاعي اختلط، وهو ده الصابون اللي احنا عملناه مع بعض اهوت. هنبدأ بقى نشوف هنصبه في ايه. انا الصابون بصبه في صينية، اي صينية موجودة عندك. بجيب كيس بلاستيك كبير وبفرشه في الصينية، وهبدأ أصب الخليط دوت
خلاص انا ما كنتش قادره اقلب بجد يعني. زي ما انتم شايفين اهي صينيه عاديه خالص، وحطيت فيها كيس، بس الكيس ده يعتبر طبقتين، يعني بفرده فيها زي ما هو كده، ما بفتحوش. وبعدين بصب الصابون بتاعي. شايفين الخليط سمكه عامل ازاي؟ بجد الصابون ده بيبقى حلو قوي لما تكون عندك حلة ألمونيا وهتغسليها، او بتغسلي فوط المطبخ. يعني كل يوم فوطة المطبخ كده اغسليها اول باول بالصابون. بجد جميلة جدا وبتخلي البقع تطلع منها. ولو عندك بقع في اي حاجة بجد بيطلع البقع. جميل جدا الصابون ده، انا ما بستغناش عنه، وهو موجود في البيت. حتى لو الصابون السائل خلص من عندي فده بيبقى موجود، بيغنيني عن ان انا استخدم اي حاجة تانية. هصبت الخليط اهوت بقى، هبدأ اسويه كده في الصينية. هفرده بالشكل ده كده على قد ما تقدري يعني سويه. قشر السفندي باين معايا مفيش فيه مشكلة خالص، وبيخلي بجد ريحة الصابون جميلة جدا. بيبقى شبه الصابون الصنلايت اللي بيبقى بريحة الليمون، بس ده بقى هتحسي فيه بريحة السفندي او ريحة البرتقال زي ما انت حاطه. ولو حباه بريحة الليمون حط قشر ليمون زي ما احنا قلنا. خلاص كده انا سويت السطح بتاعه اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيب بقى الخليط ده لمدة يوم كامل. يعني انا مثلا لو عملته بالليل، انا دايما بعمله بالليل بعد ما الولاد يناموا، بحطه في فوق تلاجة، تحت بوتاجاز، اي حاجة، المكان الموجود عندك. وبعدين تاني يوم بقى بيبقى مسك نفسه شوية. هوريهولكوا هو التاني يوم ده شكل الصابون بتاعي تاني يوم اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ لونه اتغير وشكله نشف شوية. هبدأ بقى اجيب السكينة بتاعتي واقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ببدأ من نص الصينية علشان اعرف اعمل بعد كده من الجهتين يبقى متساوي وقد بعض. هقطعه مكعبات كأنك بتقطعي صينية كيك. شايفين؟ سهل جدا وبسيط وما خدش مننا وقت. بجد ما بياخدش منك وقت خالص في عمايله، ووجوده في البيت بيبقى جميل. مش عايزه اقول لكم بقى ان الصابون ده يعني حبايبي كلهم طلبوه مني، وكل اللي ياخد صابون مني ويستخدمه يعجبه جدا، ويقول لي بجد رهيب في ان هو بيطلع بقع. حتى لو حاجه وقعت على السجاده ومشيتي صابونه من دي على السجاده بتخليها لك بتلمع. فبجد هو بيشيل البقع وبينظف فوط المطبخ جدا. ما بتحتاجيش ان انت تغسليها في غساله او اي حاجه. جربوه بجد جميل قوي. شايفينه ناشف معانا وشكله جميل ازاي؟ قطعي بالشكل ده كده. بمجرد ما بترفعي حرف الكيس اللي في الصينية بيطلع معاك الصابون بسهولة. بص تلاقيه طالع مكعبات كده بعد ما قطعتيه. ببدأ بقى ارص الصابون كده، بوقفه على جنبه وبالشكل برصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرص الكمية كلها معايا وهسيبه بقى يعني حوالي 3 ايام اسبوع. الفترة المتاحة قدامك سيبيه على قد ما تقدري. هو ناشف اهو يا جماعة، يعني مش محتاج وقت ولا حاجة. بس انا طبعا بسيبه وبعد كده بعبيه في كرتونة بيعمل عندي كمية كبيرة قوي. شايفين 3 لتر زيت عملوا معايا ايه وما كلفونيش بجد. شايفين الصابون طالع معايا شكله عامل ازاي؟ بجد جميل قوي. جربوه، ولو عجبكم الوصفة بتاع النهاردة وعجبتكم طريقة الصابون بتاعتي ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اهم حاجة يا جماعة تفعلوا الجرس عشان كل وصفاتي توصلكم، وكل ما انزل فيديو يوصلكم اشعار مني. المهم ما تنسونيش باللايك يا جماعة. جربوا الصابون بتاعي. شايفين انتي بتقطعي القطعة زي ما انت عايزة، فلو طلعت قطعة كبيرة معاكي ممكن تبقي تقسميها. وده كانت وصفتنا النهاردة والفيديو بتاعنا. يا رب يعجبكم. وتاني هقول لكم ما تنسونيش باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله.